الذي تقف وراءه جهات خارجية مؤسسات مالية أغرقت الشعوب في الديون وطرقت السواد. اليوم اشتغلت الغرفة النضالية الراقية من أجل إيصال صوتنا إلى الحكومة بجميع مكوناتها والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم أننا لن نقبل بنظام المآسي، هذا النظام المجحف الذي جاء ليشتت جميع الحقوق التي ناضل من أجلها الشرفاء منذ الاستقلال وقبل الاستقلال إلى يومنا هذا. رسالتنا اليوم كانت واضحة رغم ما تعرضنا له من القمع والمنع من أجل مسيرة سلمية لإيصال صوتنا إلى جميع المنابر الإعلامية الوطنية أو الدولية. اليوم نحن هنا من أجل مدرسة الجودة، من أجل مدرسة الحرية، نحن هنا من أجل حق التلميذ التعليم الشاني ديمقراطي وشعبي. لا نريد الزحف على حقوقنا وبالتالي على حقوق التلاميذ. نحن اليوم هنا لإيصال صوتنا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير العدل وكذلك السيد نزار البركة. إن ما صرحتم به الأمس من مغالطات هو ضرب وزيادة في إشعال فتيل الحقد تجاه فئة تدافع عن حقوقها وتدافع عن حقوق الوطن، لأن كرامة الأستاذ من كرامة الوطن، وكرامة الأستاذ هي كرامة التلميذ التي سيصبح رجلا المستقبل بالغد القريب إن شاء الله، وسيحمل مشعل التطور والديمقراطية لوطننا. أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني إن هذه الوحدات النضالية هي التي الختان ماشي مشكل، ولكن الصمود والنضال. الموت ولا المدنية، الموت رشائد واحد التوجيه، الله يرحم الوالدين. المرجو تعليق إنجاز فوق وصلنا أن المخزن الجبان تضرب الزملاء الأساتذة والأستاذات. رشائد التي تحقق فؤادا للأكاديمية. شنو ثلاثة عمرهم تكتب الأكاديمية انتخوا فيها. وانتخوا في الأكاديمية أن تحقق فؤاد. عالية لكل رجال التعليم المناضلين ومناضلات القضوات الجهاد. نحن اليوم نجسد هذه الوقفة الاحتجاجية استمرار في برنامجنا النضالي التي ندافع من خلاله أو نسعى من خلاله إلى إسقاط النظام الأساسي الاستعبادي الذي جاء به نظام بوزارة بن موسى. اليوم تم منع المسيرات الوقفات الاحتجاجية للأساتذة والأستاذات. اليوم تم قمع هذه التظاهرات السلمية التي قام بها الأساتذة والأستاذات. نحن لا نقول لن نتوانى ولن نعود أدراجنا إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، وتحية نضالية لكم وتحية نضالية للجميع.